السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم عالم فاتن إدريسي. كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة. ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك ثم تفعيل الجرس ليصلكم جديد كل الوصفات. اليوم غادي نقدم لكم فطيرة بعجينة الفيلو، كتجي زوينة، تقدر تقدمها في العشاء، وجبة العشاء أو في الكوتي. خليكم مع المقادير. غادي نحتاج فيها تقريبا 2 بصلات كبار مشلضين، 3 الفلفلات حمرين كبار مقطعين طريفات صغار، 2 فلفلات صفرين مقطعين، وفلفله خضراء وحده مقطعه هي مكعبات صغيره، و3 لي كورجيت محكوكين. غادي نحتاج تقريبا 200 غرام ديال الكفته. والعطريه غادي نحتاج فيها شويه الابزار، مليحه، سكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم والتحميره والهريسه على حسب الذوق. غادي نديرو شويه تاع الزيت مع البصله ونخليوها فوق البوطه طيب حتى كتهبط لينا. ومن بعد كنضيفوا ليها الخضار ديالنا الفلفله والكورجيت، وكنضيف العطريه، وعاد كنضيف الكفته في الاخر حتى كيطيب لينا، حتى كيطيبوا لينا. المهم غادي نحتاج هنايا باكيه ديال يعني علبه ديال عجينه الفيلو، كتكون في لي سوبر مارشي، كتباع في لي غران سيرفاس. الوغ هنايا في وصفه اخرى ان شاء الله، غادي نطرق معكم كيفيه كيفيه زعما تحضير هاد عجينه الفيلو. من الاحسن واحد يحضرها في الدار، حيت فريمون ما حنتني شويه زعما باش نفكهم. يعني كانت مكسره. المهم يعني غادي نديرو تقريبا 2 ورقات في كل زعما 2 ورقات. عاد كندهنوا بخليط الزبده والزيت، كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا تقريبا 10. هنايا من بعد ما وجد لينا الخليط ديالنا، كنديروا فوق هذوك الطبقات ديال الاوراق اللي درنا. كنسرحوه مزيان، كنعيطاليوه مزيان، وكنديروا فوقه الفرماج، كيبقى اختياري، فرماج احمر. وعاود ثاني كنديروا نفس الطريقه، كنبداو نستفوا الاوراق ديال الفيلو ديالنا تقريبا 2 ورقات وكندهنوا بخليط الزبده والزيت، يعني ضروري، حيت هو اللي كيخلي هذيك القرمشه الورق الفيلو. وكنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الوريقات ديالنا، يعني تقريبا 10 ديال الورقات كيف ما قلنا في الطبقه. من بعد ما استفنا كاع الورقات ديالنا، كنجيبو موس يكون حاد، وكنقطعوا الحجم اللي بغينا زعما ديال المكعبات، يعني ضروري يتقطعوا قبل ما يطيبوا. وصافي كندخلها الفران كطيب من التحت، وكنشعل عليها من الفوق حتى كتحمر. وصافي، من هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجناها من الفران. فريمون هي كتجي زوينه وكتجي مقرمشه. المهم كتصلح للعشاء ولا الكوتي. وكنتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم، ونخليكم على خير.